لا، ما هو مش معقولة الاسعار دي بجد. تعالوا نعمل تندرز بالهاني جارليك صوص، ونعمل ناشفيل تشيكن وينجز. طيب دلوقتي بقى انا اللي فصلتهم طبعا وغسلتهم كويس قوي بالملح وبالليمون. تمام، بقعد اغسل فيهم وانقعهم شويه في الميه دي، الميه اللي فيها ليمون وفيها ملح وخل. طيب دلوقتي انا تبلت بايه؟ بملح وفلفل اسود والتوابل او بهارات الفراخ وتوم بودره وبصل باودر. ماشي، الاتنين مع بعض يعني نفس التتبيله. وحطيت شويه شطه صغننين قوي، وهحط حبه لبن. حبه اللبن دول بيفرقوا طبعا، لو في لبن راي بيبقى احلى. ولو ما عندكيش عندك زبادي حطي زبادي. الاتنين دلوقتي انا هفصل بقى دلوقتي حبه من التندرز عشان دول هخليهم اوريجينال، والباقي هخليهم سبايسي. عندي سيراتشا هحطها عليها واسيبها معاها تتبل فيها. تمام، وطبعا الوينجز برضو نفس الكلام هتبلهم بالسيراتشا. وفصلت اللي انا هعملهم ايه عشان الاطفال يعني. تمام. انا دلوقتي هحط بقى هنا في البوله دي، هحط فيها دقيق ونشا وملح وفلفل وتوم بودره وبصل باودر. وهحط كمان بهارات اللحمه، اسفه، بهارات الفراخ. تمام. وهي دي التتبيله اللي انا هتبل بيهم كلهم، وهي دي اسمها ايه مش عارفه، اللي هو يعني الكود ده. ماشي، فانا هنزل بقطعه الفراخ كلهم نفس الشكل، كلهم نفس الحاجه. هحط الفراخ الاول في الدقيق، وبعد كده في ميه بتلج، وبعد كده ارجع احط في الدقيق مره كمان. وفي المرحله دي بقى انا بعمل ايه؟ لو انت هتخلي الاكله دي اليوم تاني، تقدري بقى تدخليها الفريزر وتعملي لها تفريز مكشوف، تحطيها زي ما هي كده لحد ما تتجمد بشكلها ده، وبعدين تخرجيها اول ما تلاقيها متجمده خلاص. تبداي ان انت ايه، تطلعيها بقى وتحطيها طبقات فوق بعض بينهم اكياس في الفريزر عادي، تقسميهم بقى اكلات وتحطيهم فوق بعض، خلاص هما كده اخدوا الشكل يعني. انما انا دلوقتي انا كنت على طول هقلي، فما سبتهمش بقى في الفريزر ولا حاجه. تمام، زيت طبعا غزير يكون سخن. اول ما هتيجي تحطي اول قطعه توطي النار بقى، تحطي القطعه بتاعتك لحد لما لونها يبقى ذهبي بالشكل ده، تطلعيها. خلاص، انا ما تمليش الطاسه على الاخر. بصي بقى الشكل حلو ازاي. بصي هطلع لك واحده دلوقتي، اصلا الكريسبس باينه حلوه قوي، تحفه. دلوقتي بقى انا هنزل كمان بالوينجز ونفس الكلام، ولكن الوينجز بقى الوينجز بيكون فيها تكه. ايه بقى التكه دي؟ ان انت لازم اول حاجه تكوني عاملاها بالسكينه كده، جزاها من قبل ما تحطيها. وكمان اثناء القلي بالراحه كده تمسكي الطاسه، تبقي مثبته الطاسه وتقعدي تغزي فيها كده عشان الزيت السخن يخش جواها يسوي العظم. طيب اول صوص بقى معانا اللي هو صوص الناشفيل. انا حطيت توم باودر وحطيت شطه، وهحط دلوقتي السراتشا. ماشي، وهنزل بقى عليهم بقطعه زبده 50 جرام. تمام، وكمان تحطي سكر بني، انا ما كانش